السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي أينما كنتم، كنشكر المتابعين ديالي في القناة ديال بيطار ديال عبد الحليم بيطار الصبيري من المملكة المغربية الشريفة. جلست كنفكر وكنقول ندير واحد المقارنة، واخا حتى ما كاينش المجال ديال المقارنة ما بين بلادي وبلاد اللي كتحفر البلادي. معروف، راه عارفين العالم العربي راه عارف شكون هما مع من حشرنا ربي في الجوار. بماذا يمتاز المغرب وبماذا تمتاز الجزائر؟ المغرب أولا مملكة شريفة عريقة في التاريخ الذي يشهد على ذلك، من أقدم المملكات في العالم. حدودها كانت تمتد شرقا حتى حدود دولة مصر العربية الشقيقة، وحدودها جنوبا كانت تمتد حتى حدود السنغال الشقيق. تنوع وتلاحم بين أفراد الشعب بجميع مكوناته شمالا وشرقا وغربا وجنوبا، مزيج بين اللهجات بأنواعها: ريفية شامخة، أمازيغية متأصلة، عربية راسخة، زعرية شاوية دكالية عبدية شيضمية صحراوية، والكل يعيش في سلام وأمن وتعايش. رجال، نساء، شباب وأطفال منورين، الفسيفساء المبهر والمقدام، وراثة عن الأسلاف والأجداد. تراث متنوع، تنوع الجغرافيا والطبيعة الخلابة من الريف شمالا ومرورا بالأطلس المتوسط والكبير والصغير إلى الصحراء شرقا وجنوبا، والكل محافظ على تقاليده وأصالته. بحر أبيض متوسط جذاب بمياهه الصافية وموانئه وشواطئه مزين بأكبر ميناء طنجميد. محيط أطلسي غني بثرواته، من طنجة إلى القويرة أنعم الخالق بها على البلاد. سدود، طرق سيارة، فلاحة تسهم في تأمين الغذاء للساكنة والتواصل بين المدن والقرى عبر المملكة. صناعة متطورة ومقاولات وطنية واستثمارات أجنبية بفضل الاستقرار الأمني والثقة في مؤسسات الدولة. صناعة تقليدية متنوعة من جميع جهات المملكة تبهر الزائر من جميع أنحاء العالم. صانع تقليدي مبتكر في اللباس الرجالي والنسوي الذي ورثناه عن أجدادنا الكرام وطورناه. سمعة إقليمية ودولية في تقدم وازدهار بشهادة العالم. صدق وجدية لا مثيل لها بين الدول الشقيقة والصديقة. كرم من شعب كريم وحسن ضيافة وتعايش بين مكونات الساكنة المحلية والأجنبية من جميع الديانات والمذاهب. عائلات متأصلة ومحافظة على الدين والأخلاق والتقاليد بامتياز. وافتخر بها المغربي هادشي. ولادة أعطت لبلدها أجيالا متميزة في جميع المجالات، من جيش باسل ودكاترة ومهندسين وقضاة ومسيرين وموظفين وعمال، وكذلك شرطيين ودركيين وأفراد قوات مساعدة ووقاية مدنية، والكل من إنتاج الأم المغربية لخدمة البلاد والعباد. أب مكافح وصبور ساهم ويساهم في تطوير البلاد.
شباب متألق يخترع ويرفع العلم المغربي عاليا في الرياضة بأنواعها ذكورا وإناثا، مدن خلابة ومتطورة تبهر السائح والزائر. هذا ما يمتاز به المغرب وشعب المغرب الذي ينفرد بنظام الحكم عالميا، نظام ملكي تحت قيادة إمارة المؤمنين لجميع المؤمنين بالديانات السماوية، تربط الجميع رابطة البيعة بين الشعب الوفي والعرش المجيد. ملوكا حافظوا على البلاد والعباد في وجه الأعداء، مبدعين وحكماء وكذلك شجعان. الإبداع على سبيل المثال المسيرة الخضراء، الحكمة حكمة سيدنا الله ينصره، شجاعته في اتخاذ القرارات والمواقف. تربط شعب المملكة الشريفة علاقة متجذرة وفريدة بين ملك سليل الدوحة النبوية الشريفة، حنون وعطوف وحكيم، يتقدم ببلاده في صمت، هبة ربانية أكرم الله بها هذا الشعب المتأصل الكريم والوفي لشعاره الخالد: الله، الوطن، الملك، رغما عن الحاقدين في الداخل والخارج. ونقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اللهم أكثر من حسادنا. هذه نبذة قليلة من داك الشيء اللي طاح في الدماغ ديالي دروك. المغاربة راه عارفين هذا الشيء اللي قلت، راكم شعب زوين، شعب غالي، شعب محاسدين الناس. كاين عندنا أفراد كيحسبوا راسهم وطنيين وهما ماشي وطنيين، فيهم خونة كاينين في الخارج وفيهم خونة كاينين في الداخل، فيهم من يستغلون مآسي الشعوب، عارفينهم بلا ما نذكرهم بالأسماء، راه ذكرتهم سابقا في الفيديوهات السابقة. يتآمرون من الداخل ومن الخارج على زعزعة الاستقرار ووحدة الشعب المغربي. راه ما يمكنش هذاك الشيء، راه ما غاديش يوصلوا ليه. راه الشعب المغربي كيتعاطف وكيتضامن مع الدول العربية كاملة إلا الخزائر، نتعاطف مع شعبها ولا نتعاطف مع حكامها. كان حنا أحبابنا كاينين في المملكة العربية السعودية الشقيقة الوفية التي تدافع عن مصالح المملكة المغربية، وراك كتشوفوها في الأمم المتحدة وفي المجلس الأمن وفي اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار. دولة الإمارات الغنية والغالية التي أسسها الشيخ زايد رحمه الله، وقائدها الآن محمد بن زايد، أصغر أجنبي من دولة عربية جا شارك في المسيرة الخضراء لتحرير الصحراء. هي هذاك اللي كتقولوا نتوما دروك اللي كتنعتوا ليه سواء كنتم مغاربة أو في الخزائر، هذاك الراجل اللي كيقود الإمارات الآن راه شارك في المسيرة الخضراء لاسترجاع الصحراء المغربية. الشيخ زايد والملك الحسن الثاني رحمهم الله وطيب ثرهم راه خوت. راه الشيخ زايد كيقلب باش يدير العملة ديال دولة الإمارات وما لقى حتى حد اللي يوقفو، لقى الحسن الثاني بجنبو. كيفتخروا به الإماراتيين وكنفتخروا به كمغاربة حتى حنا. الكويت، البحرين، مملكة البحرين، قطر، رغم داكشي اللي دارت دوزت على المغرب.
من أخبار ومن مزيفة ومن أكاذيب وكل شيء، راه كل شيء عرفتوه شفتوه. سلطنة عمان، المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ولاد العمام ديال سيدنا الله ينصرهم. دولة مصر، القلب النابض في العالم العربي، مصر الشقيقة، وكنهنئهم وكنبارك لهم بمناسبة حرب أكتوبر المجيدة التي ساهم فيها المغرب والجيش المغربي الذي كان على الحدود ديال سوريا. وكاينة مقبرة تحمل اسم شهداء المملكة المغربية في سوريا اللي ما قرش فيها الخير، اللي كتعترف بالبوليزاريو وكتساندو. اييه، رغم الأخطاء اللي ارتكبت سوريا، المغرب ما دار ما قال لها حتى حاجة. نتمنى السودان يتجمع الشمل ديالو، وليبيا يتجمع الشمل ديالها، ويشوف ربي وينقذ تونس والجزائر. موريتانيا راه بجبنا، راه العمق ديالنا الاستراتيجي هذاك. جيبوتي والصومال، هادو الدول العربية شقيقة، حنا ما كنحفروا لهم، ما كندسوا لهم مكائد. المغرب خدام لمصلحته، كيدير اتفاقيات مع الدول جميعا، استثمارات متنوعة مع الدول، شراكات متنوعة مع الدول، مع الهند، مع الصين، مع كوريا الجنوبية، مع اليابان، مع أوروبا مجتمعة أو فرادى، مع بريطانيا، مع أمريكا، مع البرازيل. كنفتخروا حنا كمغاربة بهذا الشيء. والكذاب هو اللي كيكذب على راسو، كيقول لك ما كاين شيء. شوف، سمعت السمعة ديال المغرب ديالنا، الهبة والثقة والكلمة المسموعة والدبلوماسية الناجحة والجيش المشارك الباسل المشارك في فك النزاعات في الدول الإفريقية. جيراننا راه ما عندهمش جيش مع قوات حفظ السلام ديال الأمم المتحدة، اللي هما كيقلبوا باش يزعزعوا الاستقرار الدول المجاورة من النيجر ومن مالي ومن المغرب. راينا نرجع دابا للجزائر. الجزائر جوج صفحات غير من اللي حضر، هادشي اللي حضر في البال ديالي. بلاد صنعها الاستعمار الفرنسي وهي مقاطعة فرنسية حصلت على الحكم الذاتي أو الحكم متعاونة مع فرنسا، والشاهد على ذلك هو السؤال في الاستفتاء الذي أهداه لهم الجنرال دوغول: هل تريدون استقلال المتعاون مع فرنسا، نعم أو لا؟ نرجعوا للأمم المتحدة وللوائح ديال الدول اللي استعمرتها فرنسا. رجعوا دخلوا للموقع ديال الأمم المتحدة وشوفوا الدول اللي استعمرتها فرنسا واش كاينة فيها الجزائر. ما كايناش، لا وجود لها. الدول اللي استقلت على فرنسا ما كايناش في الأمم المتحدة، ما كايناش في اللائحة. رجعوا للموقع ديال الأمم المتحدة وقلبوا فيه. جغرافيا مسروقة من الدول المجاورة، اقتطعها المستعمر من تونس، وراه كان بورقيبة كان طالب بها بومدين بحضور القذافي، وقال لهم الا بغيتو نديروا الوحده ردوا لنا بعدا الاراضي ديالنا اللي اقتطعت فرنسا. ليبيا حتى هي مشاو منها في الجنوب، اقتطعوا منها الاراضي ديالها وتعطات باش تصوب الجزائر. مالي ومن المغرب
المغرب راه الصحراء الشرقية، أدرار وبشار وتندوف. راه كان المغفور له محمد الخامس قال له جنرال دوغون نرسم انا وياك الحدود، قال له لا، حنا خود اخوة يستقلوا الخزائريين وحنا غادي نحلوا مشاكلنا خوت بيناتنا. لكن الغدارة لا، ناضوا داروا باش يتكلبوا، داروا حرب 63 اللي كلاو فيها طرحة العصا. الله يرحم الجنرال ادريس بن عمر. لو كان ما لجموش الحسن المغفور له الحسن الثاني، لو كان صلى الجمعة في وهران. راه بوتفليقة كان لك كلينا طرحة ديال العصا. و76 جيتو كديروا تحاربوا المغرب في حرب الرمال اللي تشد فيها راه عارفينو مول القرعة ديال كوكا. سعيد التعيس ماشي السعيد، شنق الريحة. اللي كيطالبوا الآن وكيدافعوا على الحدود الموروثة على الاستعمار. راه المغرب كيدافع وكيطلب الحدود الحقة، راه كاينة في الدستور ديالو. عمركم ما توصلوا لهداك الشيء. الحركيين استولوا على الحكم بالقتل والكذب والبهتان، متكبرين، قال لك عندهم النيف، كيتكبروا على الدول العربية كاملين. هما قال لك أحسن شعب وأحسن دولة، أحسن مسيرين في العالم. منافقين غدارين، لا هبة لا سمعة ولا وزن لهم على الصعيد الإقليمي والدولي. نفط وغاز تنهب مداخله وتصرف على مرتزقة ودول داعمة للأطروحات الفاشلة في تقسيم بلد ساندهم ودعمهم بالمال والسلاح والاحتضان. احتضنكم حتى نتوما المجاهدين اللي كنتو ديال الجزائر، احتضنهم. بركان وجدارة شاهد على هذا الشيء والناظور. عطاكم حتى رؤساء ترأسوا بلادكم، بدءا من بلا حتى البوتفليقة. ودابا راه داك اللي بيصلح الولايات والبلديات راه مزيود في طنجة. داك اللي دار في اللجنة باش وزير الداخلية لا أسبق اللي كان في يامات بوتفليقة. شعب مقهور في الجزائر، مغلوب على أمره بتسلط من العساكر والشرطة الذين يقمعون المواطنين بقبضة حديدية. سرقة تراث الدول ومنجزاتها وينسبونها لهم. كذب ونفاق، مزعزعين استقرار الجوار بالتدخل في شؤون الغير. نظام مختل قمعي يقتل ويسجن كل من يتمرد عليه. سجون ممتلئة بالعساكر والوزراء وكذلك أبرياء الناس اللي بيعطيو الرأي، أصحاب الرأي اللي عنده شي رأي، ما عنده رأي، اللي قال شي رأي مخالف ليهم يديوه للحبس الحراش. لا ثقافة عندهم، لهم سوى السب والشتم والسطو على تراث الآخرين. سرقوا التراث ديال المغرب، الزليج ديالهم، القفطان ديالهم، هذا ديالهم، الماكلات ديالتهم. جاي الماكلة أنا غادي نقول لكم الأكل ديالهم. لا صناعة، لا صحة، لا حليب، لا عدس، لا لوبيا، لا بريكس، لا محيط الأطلسي، لا كأس إفريقيا، لا كأس العالم. يتباهون حكامهم بأن لهم نيف ونخوة على الأخوة. يصدرون المحروقات ويستوردون الطعام ويقولون بأنهم ينتجون القمح وهم يستوردونه. الدليل على ذلك 3 مليون طن وقعوا لها اللي استوردوها ديال القمح من الصلب من روسيا، اللي كيشريو من عندها الخردة ديال الاتحاد السوفيتي.
الخضار اللي كانوا كيشريوها من موريتانيا وهي كتصدر من المغرب لموريتانيا، كيشروها ويقول لك راه انتاج ديالهم. الدجاج اللي كيجيبوه من البرازيل مجمد، ما عارفين واش مذبوح حلال ولا حرام، واش ذبيحه مسلمه ولا الذبيحه الاخرى اللي كتعرفوا ديال المسيحيين. اللحم المستورد لتغذية الشعب المقهور الذي أكل القطط ولحم الحمير والبغال. لا مؤسسات ولا مستشفيات ولا طرقات ولا مطارات ولا وسائل نقل. أقوى ثالث اقتصاد عالمي، وهم يعيشون في فقر مدقع، طامع في مساعدات من الوكالة الفرنسية ومن الاتحاد الأوروبي. واش انت كتصدر الغاز والنفط وكتستنى مساعدات من الدول الغربية من أوروبا؟ حتى أن المملكة العربية السعودية الكريمة صيفطت مساعدات لكم ديال التنور شديتوها. حتى في كورونا شديتو المساعدات ديال اللقاحات اللي تعطات للدول الضعيفة والفقيرة. أقوى منظومة صحية في إفريقيا، والأمراض والأوبئة منتشرة، من الملاريا والدفتيريا وفقدان المناعة السيدة، أمراض عقلية. الجزائر مارستان في الهواء الطلق. مطبخ متنوع، إلا شفتي غير الماكلة معروضة قبل ما تحط فيها يديك ديرلك التقية، تفرغ القي تخوي داكشي اللي في كرشك اللي في البطن ديالك من أول نظرة. ما إذا أكلتيه إلا كليتيها غادي تسبب لك تسمم غذائي. نعطيكم مثال ديال بعض الأطباق. واش عمركم سمعتوا شي طبق العالم العربي سميتو سكران وطايح في الدروج؟ سكران وطايح في الدروج. عمركم سمعتوا شي أكلة سميتها فخد الهجالة؟ فخد الأرملة، الهجالة هي الأرملة، الإخوان العرب. واش الطاجين ديال مومو مقمط في حجر مومو وحنا طفل الرضيع مقمطينو، كنديرو داك القماط ملي كيرضع وكنوكلوه كنديرو ليه داك القماط وكيبقى في حجر الام، حجر مو. راينا القائدين اللي كيسيروا البلاد، رئيس كذاب ويهلويس، سكير يهلوس بأرقام خيالية أمام العالم. الفضيحة اللي دار في الأمم المتحدة السنة الماضية بيصف شي مليار و300 مليون متر مكعب يوميا من الماء ديال البحر. أرقام خيالية ما عرفت منين كيجيبها. كيجيبها في مطلق. قائد جيش يحكم جيش قال لك سالين المجاهدين الصخرة المجاهدة واللقلاق لاصيقون اللقلاق المجاهد طائر ذاك بلارج بلارج لاصيقون بلارج المجاهد ما خلاو ما سموه المجاهدين. بلاد قال لك سليل جيش التحرير والشهداء. الناس ماتوا ما خلاهمش يستريحوا في القبور ديالهم. هذاك اللي كيسير جيش وهو ما كيتحكم في جيش وما كيتحكمش حاشاكم في البول ديالو. وزراء ومسيرين. جامعة نعطيكم مثال، جامعة كرة القدم ديالهم هما الفاف ما كيهمهم سوى البقاء في الكراسي ديالهم في المناصب واستنزاف مال الشعب. القبائل كطالب بتقرير المصير والاستقلال. اشنو ربح النظام الخزائري؟ ربح المرتزقة ديال البوليزاريو اللي الجزائريين كانوا ما كيعرفوش فين كاينين، راه كاينين في تندوف. راه الا بغيتي تدخل تجي للمطار راه خصك تشد تصريح من عند
البوليزاريو اللي كانت كدعمهم البلاد ديالكم من ايامات بومدين بوخروبه. هذوك البوليزاريو تقرير المصير ديالهم عندكم، تقرير المصير ديالهم عندكم في تيندوف وفي الحماده، راه بقات لكم في عندكم، راه ما كاينش اللي حيدها لكم تما غادي يأسس لكم هذاك الدوله تما ابراهيم الرخيص والشير ديما اللي معاه اللي باقيين شادين واحد محتجين واحد المجموعه ديال 2% من السكان اللي خلات اسبانيا في الصحراء، محتجزينهم بزز وجايبين الناس من الساحل من دول الساحل ومن موريتانيين بحال داك بشريه البشير كيهضر في فرونس 24 وكيقول لك المغرب تلقى ضربه قضيه، راه الضربه القضيه ضربك الله انت هو الاول بشريه البشير، راه الله ضربك وكتستغل الفلوس ديال المساعدات قال لك في بروكسل وكيمثلهم في اوروبا. اش كتمثل على من على الموريتانيين ولا كتمثل ابراهيم الرخيص غالي؟ لقيتي الفلوس المال السايب كيعلم الفوضى السيبه دايرين في البلاد في المال ديال الشعب الجزائري. القرقوبي في الجزائر، المهلوسات والانتحار وقلة الترابي، التربيه والاخلاق ما كاينينش عندكم عند شعبكم لانه وكر في سطوه. الهمجيه والفوضى حتى في الملاعب ديالكم كتخسروا الفلوس باش ديروا ملاعب، ما كاين عندكم لا العشب ولا الكراسه كيحيدوهم. الشرطه والدرك والجيش كيتدخل في الملاعب ويدخل يهرس يقطع كيهرس في المقاعد هو نيت وكيضرب يقتل في ولاد المواطنين ديالكم. واخيرا هادشي كله غير القليل اللي ذكرت، فرضتوا الفيزا على المغاربه. علاش؟ السبب قال لك اسيدي الرئيس ديالهم كنعطيو الفيزا، كنعطيو الباسبورات حنا ديال المملكه المغربيه للصهاينه كما يقولون، هما راه كيقولوا الصهاينه وهما راه كيعطيو الغاز في ايامات الحرب وباقي الان. سوناتراك راه فيها شركاء يهود اسرائيليين. اللوبي اللي درتو في امريكا باش يهز لكم المعنويات ديال الدوله ديالكم راه اسرائيلي. نتوما كتبيعوا تعطيو الغاز خفيه لاسرائيل لنتنياهو وكتخرج لها المطبعين كتدافع على فلسطين. شوهتي بهذيك فلسطين، شوهتي بهذوك الفلسطينيين. كنعطيوها سيدي قال لك جوازات السفر المغربيه كنعطيوها للصهاينه باش يدخلوا الخزائر الجزائر باش يتجسسوا عليهم. نتوما عطيتو قواعد عسكريه لروسيا وعطيتو قواعد عسكريه لايران باش تضربوا استقرار دول الجوار. اش بيجي يتجسس عليك؟ اش عندك في الجزائر؟ بيجيو يشوفوه المغاربه، يشوفوا الصف على الحليب وعلى الخبز وعلى السميده وعلى اللوبيا والعدس، يشوفوا الناس اللي طايحين في الجنوب بالملاريا ناعسين ومعلق السيروم في الشجره ولا هاز ليه باه ولا خوه السيروم في يديه وكيقول كتقولوا لي اقوى منظومه صحيه. لكم الله يا بقايا الشعب الجزائري، لكم الله والله الا كتشفوا بالله. هذوك النظام اللي كاين عندكم الله ياخذ فيه الحق ويحيدوا عليكم، ولكن راه خصكم تحركوا، خصكم نتوما كمثقفين وغيورين على هذيك البلاد خصكم تحركوا. هذاك النظام خصو يحيد، مبقاش راه هادو كيعصروا فيكم بشويه بشويه. شوفوا شحال هجر، شحال طاح في البحر، شحال مات في البحر. عيب. ويقول لك دولة، اش من دولة ودي؟ ها سي الكاسيدور كي قال
هذاك الوزير الخارجية اللي كان السابق، رمضان العمامرة، اللي سما راسو رمضان، ما كايناش هاد الاسمية ديال رمضان. وزير الخارجية الحالي صطاد صداي في الفيستا، شي ديال عليه ديال العصر الحجري، ما بقاش كيتلبس ويخسر في الصفات ديالته، وكيبكي قدام السفراء وكيقول لك ويسب في المغرب ويعاير في المغرب. اقول لكم ما عندكم اخلاق، مسيرينكم ما عندهم اخلاق، بن قصديره وبونيف ومجموعه اللي معاه، راه ما عندكم اخلاق. وهذيك راه عرفتوها اللي كانت مشات عند قسامه بلا ما نقول سميتها، تبعت قسامه حتى لبلادو تحتج عليه. فاين غاديين؟ بغيتو تقارنوا راسكم بالشعب المغربي الاصيل؟ راه ما يمكن، راه ما يمكن. راه الشعب الاصيل المغربي الاصيل راه سردت عليكم كيفاش داير. نخليكم مرة أخرى إن شاء الله بحوله وقوته. أخيرا أشكر جميع المتتبعين ديالي في أي دولة، سواء في أوروبا، سواء في أمريكا، سواء في العالم العربي، في الدول الشقيقة العربية. راه ما كنقولوا غير الحقيقة على بلادنا وعلى بلادهم. وإياكم يجي لعند شي واحد لهذيك الأرض، راه كاين وشوفوا غير التونسية مسكينة شوق عليها. التونسية جات ما تخسر فلوسها وجاية الزيارة سياحية هي صديقات ديالتها وتكرفصوا عليها وشدوها، حكموا عليها بسنة وب3 المليون ديال الدينار غرامة. يفيقوا التوانسة، راكم غاديين في الخط ديال الجزائر، راه مشيتوا معاهم. راه المخابرات الجزائرية جات خدمت الانتخابات هي مع الصهرة ديال قيس تعيس. هذاك السيد اللي هو غير أستاذ مساعد، ليس بأستاذ ديال القانون الدستوري، هو أستاذ مساعد في التاريخ الدستوري. راه ما عنده لا دكتوراه ولا سيديسكري والو. في قوة التوانسة تنتوما راه غاديين الهاوية، راه غاديين بحال كيف غادية جارتكم اللي كتحسبكم ولاية، راه حسبتكم ولاية. ورجعوا للفيديو ديال داك اللي قال لكم راه تونس ولاية جزائرية. تونس الخضراء، تونس الهمة، تونس الثورة، تونس اللي خدارت خرجت، ولكن جا هاد سلط عليها الله هذاك القدافي لايت، دار فيها ما بغا، كلشي دارو فيه تحت يديه. وخدم حتى نسيبتو المحامية الصهرة ديالتو نسيبتو تا هي اخت مرتو خدامة، هي اللي شرفت على الانتخابات. مرشحين شي في الحبس وشي. اش هاد الفضيحة هادي؟ راه بحال داكشي اللي كيوقع في الجزائر غدامين به كيديروه في تونس. مالي راه نط لكم، باقي نجي حتى تنوض لكم. والسي حفتر راه خدام، راه جا تيطلع لكم كيقول لكم هاني عيو، هاني قريب في الحدود. شكرا للجميع، ما تنسوناش في الدعم ديالكم وبنصائح، ولا كاين شي موضوعات من الاخوان المغاربه والعرب نناقشوها مجموعين، مرحبا بهذا الاسلوب المتواضع. داكشي اللي عرفنا عليه الله نناقشوه معكم. وشكرا لكم، والى حلقة قادمة إن شاء الله. أحبكم في الله.